ازاي مسلسل سيمسون كل سنه بيصدمنا بالتوقعات بتاعته اللي بتحصل بحذافيرها، والناس بدات تركز في الموضوع ده بالذات بعد الصوره اللي طلعت لما ظهر ترامب في المسلسل وهو متصور مع ملك السعوديه والرئيس المصري، وبعدها بسنين طويله بنشوف المشهد بيحصل بالظبط. تنبأ بحاجات تانية زي الحرب الاسرائيليه على فلسطين، واللي محدش عارف في السنه الجديده الموضوع هيوصل بيهم لفين، غير كمان تنبؤ المسلسل بان ممكن تحصل حرب عالميه ثالثه. وهنا بقى السؤال اللي محير كل الناس، هو فعلا المسلسل ده بيتنبأ بالمستقبل؟ والاجابه هي هو المسلسل فعلا بيتنبأ بالمستقبل، او بمعنى اصح هو بيتنبأ بالمخططات اللي هم بينفذوها، لان طبعا لا يعلم الغيب الا الله. فيلا بينا نبدا مع اول تنبؤ، وهي ان الروبوتات في سنه 2025 هتبتدي انها تاخد الوظائف بتاعه البشر، وده اكيد احنا شفناه بعد ما ايلون ماسك بدا ينزل في السوق مجموعه روبوتات كمان بتدخل البيوت وبتشتغل في الوظائف اللي كانت الناس زمان بتشتغل فيها. وده احنا شفناه في المسلسل في الحلقه ال17 من الموسم ال23 لما هومر بيخسر الوظيفه بتاعته في مصنع بسبب ان الروبوتات اخذت مكانه. والموضوع ده حاليا بيحصل لان في دراسه طالعه بتقول ان حوالي 40% من الوظائف بحلول سنه 2030 هيكون تم احتلالها بواسطه الروبوتات والذكاء الاصطناعي. تاني تنبؤ لسنه 2025 البشر هيقدروا ان هم يسكنوا المريخ. في الحلقه السادسه من الموسم ال20 بنشوف ان الحكومه طلبت مجموعه من المتطوعين عشان يطلعوا المريخ، وكانت من ضمن الناس اللي اتقدموا هي ليزا البنت الصغيره، وقررت انها تطلع للمريخ. والكلام ده هيكون في سنه 2051، وبنشوف مشاهد لمستعمره بناها البشر فوق المريخ. خد بالك ان اكتر واحد عنده هوس بالموضوع دوت هو ايلون ماسك، اللي ناس كتير بتقول ان هو مسيح دجال العصر، واللي شركته سبيس اكس مسخره كل قوتها عشان يعملوا مستوطنات فوق سطح المريخ. تالت تنبؤ كان تقريبا قرب يحصل السنه اللي فاتت، واللي كان بيجاوب على تساؤل مهم، وهل امريكا ممكن تحكمها ست في يوم من الايام؟ وده اللي احنا شفناه بالظبط والمسلسل تنبأ بيه، لما شفنا مشهد لكمالا هاريس اثناء ما هي مترشحه للرئاسه، وقصاده شفنا المشهد بتاع ليزا وهي تقريبا لابسه نفس اللبس، وكانت برضه في الحلقه دي مرشحه للرئاسه، ولكنها طبعا خسرت السباق الرئاسي وترامب هو اللي فاز. ومن هنا بدأ يطلع الكلام ان البنت بشعرها الاصفر ده كان في اشاره لايفانكا ترامب، واللي هي تبقى بنت ترامب، واللي بالمناسبه عندها شعبيه واسعه جدا، وفي ناس كتيره بتقول ان هي ممكن تترشح وتكسب الرئاسه في يوم من الايام، او ان ترامب ممكن تتنفذ ضده عمليه ويروح فيها، وساعتها هتبقى امريكا محتاجه رئيس جديد. واكتر حد مرجح ان هو يمسك مكانه هو كمالا هاريس، لان هي تقريبا كانت الاكثر شعبيه في الانتخابات اللي فاتت. التنبؤ الرابع من ضمن كمان الحلقات القديمه اللي بيتوقع ان هي ممكن كانت تحصل في 2025 هو ان في ثقب اسود هيبلع الارض، ودي هتبقى كارثه كونيه، لكن العلماء بيرجحوا ان حاجه شبه كده صعب انها تحصل، لان اقرب ثقب اسود لينا موجود على بعد 1560 سنه ضوئيه. وخد بالك ان الثقوب السوداء ما بتتحركش من مكانها اصلا، يعني هي غالبا واقفه في مكانها، مش عامله شبه المكنسه الكهرباء عماله تلف في الكون وتشفط كل حاجه. التنبؤ الخامس البشر هيقدروا ان هم يخترعوا عربيات بتطير، والكلام ده بالفعل احنا بدانا نشوفه دلوقتي، وحتى ان في بلاد عربيه زي دبي بقى عندها عربيات عندها القدره انها تطير وتنقل البشر من مكان لمكان بسلاسه. الموضوع كمان بدا يتطور، وخد بالك ان ده اول جيل من العربيات دي، وفي شركه اسمها سامسون سكاي شغاله حاليا على تطوير الموضوع ده اكتر واكتر. والمسلسل كان تنبأ بيه من عشرات السنين ان العربيات مش هتبقى بعد كده بعجلات، وانها هتطفو بعد كده ان احنا هنقدر نتجنب الزحام المروري. التنبؤ السادس وده عايزك تركز فيه تقنيه الهولوجرام، ودي جماعه الماسونيه بالذات شغاله عليها جدا بغرض ان هي تصدرها للعالم وتوهمهم باي حاجه هي عايزاها، حاجه مثلا زي الفضائيين، واللي عن طريقه ممكن تعمل حكومه موحده ومن بعدها النظام العالمي الجديد. وده الكلام اللي احنا سمعنا ناس زي دكتوره مايا صبحي بتقوله، وتنبأ بيه المسلسل بدقه شديده، وانه هيبقى حاجه منتشره بين كل الناس بعد كده. التنبؤ السابع الذكاء الاصطناعي هيسيطر على العالم. في واحده من حلقات مسلسل سيمسون بنشوف ان العيله كانت موجوده في ملاهي ديزني لاند، وساعتها الذكاء الاصطناعي بيتقلب على البشريه، والروبوتات بتبدا انها تقتل في الناس. الموضوع ده في البدايه يبان لك ان هو افلام خيال علمي، لكن خد بالك ان الحلقه دي اتعرضت من اكتر من 30 سنه 94 تقريبا، وحاليا الذكاء الاصطناعي بص له وصل لايه. بص على حاجه زي تشات جي بي تي او حاجات تانية من الذكاء الاصطناعي اللي وصلت لمرحله انها بتقلد اصواتنا واشكالنا من غير ما حد يقدر ان هو يكشفها، وبيبقى صعب جدا انك تفرق بينها وبين الواقع. وممكن ما يمرش كام سنه عقبال ما الذكاء الاصطناعي ده يكتسب وعي خاص بيه ويقرر ان احنا بقينا تهديد عليه. الكلام ده لو انت مستغربه احب اقول لك ان في مهندس في جوجل تم طرده بسبب ان هو كشف ان كان في ذكاء اصطناعي هم شغالين عليه، والذكاء ده كان بدا يكتسب وعي خاص بيه، ولما طلع الكلام ده لعلن جوجل طردته. التنبؤ الثامن الحرب العالميه الثالثه اوشكت على الحدوث، وده اللي تنبأ بيه المسلسل في حلقه اتعرضت سنه 87. الحرب هتبقى مدمره. الحلقه دي تم طرحها دلوقتي بسبب المشهد العالمي اللي احنا شايفينه، الصين واحتلال تايوان اللي ناويه تعمله، واللي ممكن يتسبب في حرب عالميه بينها وبين امريكا، او الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا، او حتى حرب الاحتلال على فلسطين واللي بسببها المنطقه مولعه حاليا.
وان ممكن تكون الحرب اللي هتقوم ديت سبب في زوال اسرائيل، وده لان امريكا هتتسحل في حروب تانية هتؤدي لانهيارها، وده هيضعف موقف اسرائيل اللي تعتبر امريكا الداعم الاساسي والوحيد ليها، واللي بدوره ممكن نشوف بعديه تغيير في المشهد بتاع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. في طبعا تنبؤات تانية ولكن دي كانت اهمها، وزي ما قلت لك لا يعلم الغيب الا الله، ودي كلها مجرد مخططات بيطلعوها لك مع مجموعه من الناس اللي بيقولوا على نفسهم عرافين وان هم بيتنبؤوا بالمستقبل، ولكن كلها مجرد حاجات متخطط لها مسبقا وهتتنفذ. يا ريت لو انت وصلت لغايه هنا تعمل لايك للفيديو وتشاركه مع اكبر عدد من الناس عشان نوعيهم بالمخططات بتاعتهم. كان معاكم محمود زايد، سلام.